يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي أمامة الباهلي، يقول 3 كلهم ضامن على الله، إن عاش رزق وكفي، وإن مات أدخله الله الجنة. 3 كلهم ضامن على الله، إن عاش رزق وكفي، وإن مات دخل الجنة. أنت وأنا ونحن جميعا هل عندنا طلبات أحسن من هذه؟ أبدا. طيب يا ترى هل هذه ال3 الأشياء وال3 الأصناف صعبة؟ اسمع: من دخل بيته فسلم على أهله، إن عاش رزق وكفي، وإن مات أدخله الله الجنة. بدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم أول واحدة. صعبة يا أخي خالد؟ أبدا. شوف، دخل على أهله فسلم. ومن خرج إلى مسجد من بيوت الله أو بيت من بيوت الله أو المسجد، إن عاش رزق وكفي، وإن مات دخل الجنة أدخل الله الجنة. ومن خرج مجاهدا في سبيل الله، إن عاش رزق وكفي، وإن مات أدخله الله الجنة. يعني الأولى والثانية فيها صعوبة علينا، يمكن الجهاد صعب علينا الآن، وممكن الرباط على الحدود، لكن أنت الآن الشيء اللي تمارسه يوميا، وتدخل بيتك وتخرج كم مرة في اليوم. يعني أنا بفضل الله بمجرد ما أفتح باب البيت: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللي يسمعني يسمعني، اللي ما يسمعني خلاص. أصبح حتى أهل البيت عندي حتى يعرفوا متى أجي إذا رفعت صوتي بالسلام. ما شاء الله يا أخي، يكون خير لك ولأهل بيتك. ما أنت ما تبغى البركة عليك وعلى أهل بيتك. ما تريد ضمانا من الله عز وجل إن عشت كفاك أو رزقك وكفاك، وإن مت دخلت الجنة. كلهم ضامن على الله بأمر بسيط جدا: أن تسلم إذا دخلت، وإذا خرجت من بيتك للصلاة في أحد المساجد تنال هذا الخير. فإذا في أشياء بسيطة عندنا في الإسلام، لكن في غفلة. بعض الناس قد يتكلف أعمال، يا أخي جزاك الله خير على تكلفك في الأعمال، لكن في أشياء بسيطة لا تفوت عليك، لا تفوت عليك. السلام من أعظم العبادات في الإسلام. كما قلت، أنت لما تسلم علي يعني تسأل الله عز وجل أن يسلمني وأن يرحمني وأن يبارك لي. إيش بعد هذه الأمور الثلاثة؟ لذلك يا أخي الكريم، الإنسان ما يبخل بالسلام. أن تقرأ السلام على من عرفتها ومن لم تعرف، فكيف إذا كان أهل بيتك؟ حتى لو دخلت دحين البيت لو ما في أحد، أخذت من لساني من البيت ما في أحد. الله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. سلم على نفسك رعاك الله، وعلى الملائكة الحاضرين، وعلى العمار إن كانوا موجودين. الشاهد أنه الحس الإيماني استصحابه في الحياة مهم جدا.